هاي حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. هنعمل بقى مع بعض النهارده الشاورما المصري. اللي هي الفراخ. انا عن نفسي بحبها، بحب طعم الخضار الفريش اللي فيها، طماطم والبقدونس والبصل والعيش الكايزر المصري اصلا تحفة. فيلا بقى نبدأ كده مع بعض. وقبل ما نبدأ الفيديو اعملي لايك وشير واشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. معانا بقى هنا كيلو بانيه. جايبين كده كيلو بانيه وغسلينه كويس بمية وملح وشوية خل وليمون، نقعته كويس وغسلته. وبعد كده بقى رصيته كده على البلانشة ونشفته من المية، عشان بس المية بتضايقني. فنشفته كويس قوي كده بالمناديل، وقطعته بقى قطع كده صغيرة زي قطع الشاورما بالظبط. حطيته بقى في حاجة وتبلته. عايزة اقول لكم التتبيلة بتاعة الشاورما عشان تطلع معاكي الفراخ طرية كده وطعمها حلو. هقولك بقى نحط عليها ايه. حطيت بقى علبة زبادي اهو هنا. حطيت علبة زبادي وحطيت معلقتين خل، وحطيت عصرة ليمون وملح طبعا، وفلفل اسمر، كمون، شوية شطة، وشوية سماق، وحطيت بقى روزماري. لو عندك بابريكا حطي، وحطي بصل بودر وتوم بودر بيدولها طعم تحفة. هحطها بقى هنا كده، تبلتها وعملتها كلها في التتبيلة. هحطها بقى في التلاجة قد ساعتين تلاتة كده، 4. يعني سيبيها على قد ما تقدري. ورحت بقى ايه، اعمل الخضار. قطعت بقى الخضار هنا. معانا طماطم، معانا بقدونس، ومعانا طبعا بصل. قطعت بقى ايه، يعني ما كترتش في البقدونس قوي، ولا في الخضار عموما، يعني هو بس بيديها طعم كده. فقطعت طماطميتين تلاتة كده كبار، وبصلتين كبار برضو، شوية بقدونس. على النار بقى معانا في الطاسة شوية زيت. انا هنا بس كنت عايزة الزيت يبقى سخن، مش عايزة احط الفراخ عليه وهو بارد. كنت عايزة بس اديها لون. فكنت بجرب بس الاول كده واحدة، فلقيت ان الزيت حامي. نزلت بقى الكمية كلها وسبتها شوية. بصوا اللون ده، انا ما قلبتهاش خالص، سبتها كده تاخد صدمة. بعد كده بقى قلبت شوية. هتفضل بقى معانا على النار. انا وطيت لحد ما المية اللي طلعت من الفراخ دي تروح. بعد ما المية تروح بقى هبتدي بقى احط الخضار. هنا كنت بدوقها، مش قادرة اقول لكم على طعمها وريحتها والطريان اللي هي كانت فيه طرية. هنا بصوا المية نشفت ازاي. حطيت بقى البصل، كنت حاطه عليه شوية سماق. انا عايزه البصل بس يدبل شويه، انا مبحبوش يبقى قوي كده. فسيبته دقيقتين تلاتة كده يدبل، بس برضك ما تسيبهوش يدبل قوي عشان يبقى طعمه حلو. حطيت بقى الطماطم والبقدونس، وما بنقلبش فيهم كتير، مش عايزينهم يستووا مع الفراخ عشان يبقى طعمهم حلو، يبقى طعم الخضار كده باين. وتتبيلة الفراخ مع الخضار الفريش بتبقى تحفة. طفيت بقى كده عليها الطماطم والبقدونس، بحطهم في الاخر خالص، يا دوبك تقلبتين كده وشكرا. جبت بقى معايا هنا العيش الكايزر، وبدأت بقى ايه، عاملة الساندوتش كده. انا صراحة ما عملتش طحينة، كان عندي بابا غنوج، وجبت طحينة حطيتها على البابا غنوج وقلبته كده وحطيته على الساندوتش. كان طعمه تحفة. اللي عايز طبعا يعمل طحينة يعمل طحينة، هي كده او كده حلوة. ايه رأيكم؟ انا نفسي تشموا، يعني تشموا معايا الريحة بس،
كانت حلوة وطرية وطعمها حلو، وفعلا طعم البقدونس والبصل والطماطم مع التتبيلة بتاعت الفراخ كانوا تحفة. وبألف هنا وشفا.